السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل معاكم الأكلة المفضلة عند المصريين. هنعمل الكشري المصري بكل أسراره، هقولها لكم في الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم. الأكلة المحبة جدا عند المصريين، والناس كتير بتعشقها وناس كتير بتحبها جدا. من هنا أنا رايحة نعملها على طول في البيت، أحلى وأضمن بكتير من بتاعت برا. بس قبل ما نبدأ الفيديو لازم تصلوا على النبي، تنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ده كده عملنا الكشري بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا اقولك، يلا نبدأ مع بعض واقولك هنعمل ايه تاني. انا هنا جبت معايا البصل مقطعه حلقات رفيعة جدا. هجيب هنا معايا معلقتين من نشا، هقلبهم عشان هيساعد في سر القرمشة بتاعة البصل، هيخليه يقرمش جدا. جبت معايا هنا طاسة وحطيت فيها زيت. بصوا كده بعد ما قلبته في النشا، هو ده اللي بس هنستخدم مش اكتر. هنزل بقى في الطاسة والبصل، نسيبه لحد ما يبدأ يصفر معايا. بصوا كده اللي خد اللون الذهبي بتاعه، والقرمشة بتاعته حلوة جدا. النشا هنا فايدته ان هي بتساعد ان البصل يقرمش كده. خد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، والبصل حلو جدا معايا. اكمل باقي الكمية. يلا اقولك هنعمل ايه كمان. انا جبت معايا حلة هنا ونزلت في شوية زيت من بتاع البصل. هنعمل الصلصة بتاعت الكشري. كده التوم اول ما حمر معايا وخد لون، هنزل بالطماطم على طول. هقول لكم بقى على سر الصلصه اللي الناس بتستخدمها في المطاعم، مش بيحط لها بصل خالص. هقول لكم بقى السر بتاعها. هنا انا جبت معلقه من الملح، وهجيب كمان معايا نص معلقه من الكزبره الناشفه. هي دي بقى الكزبره اللي بيستخدموها بره في الصلصه بتاعه الكشري، اللي كانت محيره ناس كتير. بس الحمد لله انا جبته كذا مره وعرفت ان هما بيعملوها كده بالظبط. ملح وكزبره ناشفه. وهجيب كمان معايا الخل، هنزل معايا بمعلقتين كبار من الخل على الصلصه بتاعتي. بس كده هغطيهم يغلوا مع بعض. كده خلصنا الصلصه. هنا انا جبت معايا حله بتغلي، هنزل بالمكرونه. انا معايا هنا كيس مكرونه سباكيتي. نزلت في الحله بشويه زيت برضو ومعلقه ملح، عشان الزيت مش هيساعد المكرونه انها تلزق في بعض، لا بالعكس هيفرق المكرونه كلها. وهجيب معايا هنا كيس مكرونه صغيره خالص. بس كده واسيبهم يسلقوا معايا. وهنا حطيت العدس يسلق معايا، والحمص كمان. هنا نزلت شويه زيت برضو من بتاع البصل. هنا نستخدم بقى زيت البصل في كل الكشري. نزلت هنا بنص كيس من الشعريه. هقلبهم كده لحد ما يحمروا وياخدوا لون معايا، لون الذهبي اللي احنا بنعرفه للشعريه. بصوا كده بعد ما خدوا اللون الذهبي اللي احنا عايزينه، على طول نقلب عشان الشعريه مش بتاخد وقت معايا في التقليب. غسلت معايا رز ونزلت معايا كمان بنص كيس. هنفضل نقلب كده لحد ما الرز كله يفك من بعضه. الفلفل معايا لازم نقلبه شويه كتير. هنا بعد ما فك الرز كله من بعضه، هجيب معلقه من عدس ابو جبه، هقلبها كمان مع الرز. بصوا بقى ده السر بتاع الرز بتاع الكشري، بيذوب بميه العدس بتاعته. بنزل الرز ابو شعريه بميه العدس. نزلت كده بشويه من الميه بتاعه العدس، والعدس كمان هقلبه شويه، وهنزل بقى بالميه المغليه. ده السر بقى بتاع الرز بتاع المطاعم، بيبقى مختلف جدا عن الرز ابو شعريه بتاع البيت، بسبب ميه العدس والعدس كمان اللي بنحطه فيه. هحط معلقه من الملح، هظبط الملح كده بتاع الرز واسيبه يستوي معايا.
جبت هنا معايا طاسة فيها مية بتغلي، ونزلت بنص معلقة من الثوم صغيرة جدا، ونص معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من الكمون. انا هنا مش هحط شطة بس عشان عندي اطفال، لو انتي حابة برضو يرجعلك. هجيب هنا كمان ليمونة هعصرها، لازم الدقة تغلي معايا عشان يديكي طعم وريحة بتاعت بره بالظبط. وهنزل كده معايا بمعلقة من الخل. كده خلصنا الدقة بتاعتي، سيبها تغلي شوية وخلصت معايا. هجيب برضو نفس الطاسة غسلتها بمية وحطيت فيها معلقتين من الزيت، هعمل معاكم شطة الزيت، ونزلت كمان بمعلقة شطة كبيرة. هنقلبها الاول تقليبة صغيرة مع الزيت، بس ايديك فيها على طول عشان الشطة بتتحرق بسرعة. انا موطيه النار عليها خالص، هقلبها كده. لازم الاول الشطة تاخد ريحة وتاخد لون. بصوا كده لازم نقلب على طول. هنزل بقى بشوية من الصلصة عليها وهسيبها تغلي معايا شوية. بصوا بقى كده خدت شطة لون المحلات بالظبط. كده خلصناها، ودي الصلصة كمان خلصت معايا، والمكرونة كمان خلصت معايا. والرز كمان ابو شعرية اللي زيناه بمية العدس. بصوا كده خلص معايا الرز كمان. والبصل اللي قليته معاكم قرمش جدا، لازم نطلعه على صينية كبيرة عشان يقرمش كله لما يبرد معايا. هجيب هنا، جبت معايا طبقين، هطلع معاكم اوريكم الكشري بقى وجماله. حطيت بقى هنا اول حاجة المكرونة. بصوا الرز بقى ساعد ان المكرونة ما تعجنش معايا، ولا الرز كمان مفلفل ازاي لما احنا قلبناه. لازم نقلبه كويس عشان ما يعجنش معايا. لازم الرز كله. ودي الصلصة كمان اللي عملناها بطشة الثوم والخل وكزبرة. وبس كده الشكل النهائي. بصوا شكل الكشري. خلصنا كده الكشري، طلع سهل وبسيط، مش هياخد معاكي وقت خالص، بكل اسرار المحلات بره. من هنا ورايح مش هتحتاجي تشتريه من بره، بالعكس تعمليه احلى وانضف بكتير لاولادك في البيت. شكله حلو جدا وريحته كمان احلى بكتير. وعملنا معاه كمان الصلصة بتاعته، قلنا لكم على السر بتاعها، والبصل كمان. وعملنا كمان الدقة بتاعة المطاعم اللي مش هتعملك حموضة خالص، ولا ريحة التوم هتبان فيها اصلا. والشطة الزيت كمان عملناها. وده شكل الكشري. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه كتير. قولوا لي بقى حابين اعمل لكم ايه تاني. وده كده اكلنا النهارده. يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسوا تشتركوا في القناه، عايزه تعليق حلو وكومنت احلى كمان زيكم. وكده خلصنا اكلنا. يا رب النهارده الاكل يكون سهل وبسيط واستفدتوا منه كتير ان شاء الله. كده خلصنا الفيديو بتاعنا معاك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكل الاكل كمان حلو جدا. ما تنسونيش بقى باللايك والكومنتات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لعشاق بقى المصريين عشان بتحب الكشري جدا، من الاكل المفضل عند المصريين هو الكشري. والاولاد كمان بتحبه جدا جدا. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكوا تاني في فيديو جديد كمان.